احنا دلوقتي جايين نأيد الجيش والشرطه، بنأيد المحكمات العسكريه، جايين بنطالب الرئيس السيسي بمطالبات سياسيه، مطالبات اقتصاديه. الحركه عندها شويه افكار اقتصاديه حطوها في البيان، وطبعا مطالبات سياسيه اهم عشان السياسه تقوم والبلد تقوم. لازم الاقتصاد يقوم، لازم السياسه الناس السياسيين يتحكموا. بنطالب الرئيس السيسي بمحاكمه 6 ابريل والاخوان، محاكمه كل من كان، كل من تقاضى مبالغ لهدم الوطن، اعلاميين 6 ابريل، اخوان، محاكمات عسكريه، لان ده يعتبر خيانه عظمى. دي يا فندم اهم المطالب السياسيه؟ اهم المطالب السياسيه اللي حضرتك قلتيها؟ اهم المطالب السياسيه محاكمه الاخوان 6 ابريل، محاكمات عسكريه، محاكمه الاعلاميين اللي تقاضوا مبالغ، محاكمات عسكريه. واهم المطالب الاقتصاديه؟ اهم المطالب الاقتصاديه دعم المشاريع الصغيره، مشاريع للمراه المعيله، مشروع بنطالب الرئيس السيسي بمشروع فكره مشروع في بحيره ناصر. المشروع ده هنقدمه ان شاء الله لما تستجيب لطلباتنا. طب شايفه نواجه الارهاب ازاي؟ نواجه الارهاب بمحاسبه كل الارهابيين، محاكمه كل الارهابيين. اذا حكمنا الارهابيين اللي في السجون ولمينا الارهابيين بره السجون، سواء من اي حد اي مسمى، 6 ابريل اعلاميين، حاكمناهم، لو قسمناهم محاكمات عاجله عسكريه، كل اللي بره هيسكت، كل اللي بره هيبطل يعمل كده، هيخافوا، هيبتدوا يعرفوا ان في عقاب. هو ايه اللي بيخلي الناس تعبد ربنا؟ مش الثواب والعقاب؟ لازم يكون في عقاب رادع كمان، عشان مفيش ناس تانيه.